احسن الله فيك. سي نجيب في قصد ربي ان شاء الله. ان شاء الله قصد ربي القطب الشمالي هي بيئة تسمى بيئة مميزة. باردة الدنيا غادي برشا في بالي. باردة وزيد باش نعوم القطب الشمالي. ان شاء الله ربي يسهل باش نرفعوا الدرابو تاع تونس غادي في البقعة هذيك. ما تعرفوا القطب الشمالي البلاصة اللي ماشي لها في الدائرة شطر الدائرة الكرة الأرضية اللي من التالي معناها ما نشوفوهاش. 6 شهور محسوب شمس و6 شهور نهار. وان شاء الله ربي يوفق. وخدموا معايا الحق وكالة زيتون الاصفار برشا معناها زاد كيف وخيال ساندوا العمليه وان شاء الله ربي يوفق. انا تو نعرف سي نجيب بالهادي برشا ناس احنا كاذاعتنا اذاعه تونس دارنا ما يعرفوش بالباهي نجيب عبد الهادي. لو كان تقدم لنا نفسك نجيب. نجيب بالهادي يتلخص في 3 كلمات. أنا عمت بحر الموش أول تونسي وشرفت بلادي وسجلت في كتاب الأرقام القياسية وأعطوني مأثر يحمل اسمي مأثر بالهادي لسباحة بحر لامونش في أقوى تيار 20 سنة. الريكورد نتاعي ما طاحش والمنظمة الدولية قررت باش تعمل الكأس هذايا. والكأس هذايا كل موسم قاعدين يتنافسوا عليه من السباحين في الموش. وعندي توا 3 أمريكان وتشيكيا توا هما في جناح. هذا يعني الإنجاز الكبير والهام الدولي. زاد كيف فما إنجاز هام جدا هو قمت ب 1400 كيلومتر وتحصلت على يعني أحسن سباح في العالم في الاقتدار في السباحة بالمياه المفتوحة. وتوجت كبطل العالم في لوس أنجلوس سبتمبر اللي فات في كوين ماري. فلا هذا هما تو التذكرة هذه اللي شفناها هذه فين ماشي قصد ربي ان شاء الله. هذه التذكرة كما تشوفوا ان شاء الله باش يوم 29 جويلية طالع محسوب على طريق تونس قرطاج باريس. ومن باريس معناها باش نتعدى محسوب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية غاد باش يتم معناها استضافتي لمدة معناها شهرين إذا كان نحسبه فهمتني ولا باش نقوم بالتدريب. تدريب في بحيرة تاو في كاليفورنيا على معناها ارتفاع 4000 متر. درجة الحرارة كيف يعني الماء بارد خاطر ثلوج غاد هي ونفس القطب الشمالي. وهذا بالمناسبة نشكر زاد يعني الجانب الأمريكي اللي دعمني ودعم تونس من خلال سباحة السلام اللي باش نقوم بها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ألاسكا. في ألاسكا فما طائرة عمودية بخلاف التذكرة هذه طائرة عمودية مدعومة. هذه مدعومة. وشكون دعم؟ والله نشكر الساعة هو زاد الخبرة نتاع الوكالة زيتونة اللي بينت خبرة كبيرة خاطر في بعض البيئة قالوا لي راهو الوكالة نتاعك عندها خبرة واسعة في فهمتني ولا تحديد المسالك والحز. لكن زاد كيف ما ننساوش اللي هذه تذكرة مدعومة من طرف السيرابت وشركائها لو ام في محسوب وليتاب خاطر وقتها انا نعم في 1400 قمت بعبور ابار النفط في خليج قابس. وقالوا لي تفضل قمنا بنتائج طيبة. وقالوا لي تفضل شنو هو الشيء اللي انت تأمل لي. قلت لهم انا ماذا بيا نمشي القطب الشمالي. عملوا لي مفاجأة وخذوا لي التذكرة هذه باسمي انا واتصلت بالزيتونة الوكالة. هي مبدأها مفاجأة. نعم جاتي. ثم بعد ذلك فما جاني التربص مجالي في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا. غيرت المسلك دخلت وقتها خاطر يلزم فما دفعات يعني تاع تغيير التذكرة قامت معناها محسوب بوندام نشكرها زاد كيف باش خصت مبلغ 800,000 التذكرة هذه كانت 4500 ثم دعمتها بوندام 800,000. ثم وقت انا غيرت يعني السفرة تاريخ السفرة دخلت زاد كيف شركة جيمي انترناسيونال اللي هي مختصة في الأدوات الطبية والتجهيز.
ودفعت 300 رسوم التذكرة بوندان 800 و300 جيمي و4 ملايين و500 محسوب سيرات. هذوما نشكرهم بارك الله فيهم. بين قوسين لازم نقولوا اللي سي نجيب بالهادي عسكري. نعم. وانطلقت اول مره بديت قمت بالسباحه بين صفاقس طرطوس. اي انا اصيل، انا مولود في صفاقس، وثم قمت باول خطوات نتاعي في نادي السباحه والانقاذ. وبالمناسبه هذه معناها نذكر بالخير الكل اللي هما كانوا معلميه في السباحه واعطوني الظروف سمحت باش انا تطورت في الميدان هذايا حتى اصبحت بطل متعارف، كيما سي منصف الشريف، كيما عمران طرابلسي، كيما لوخيان الكل، كيما سي شعري منصف، كيما لو كان سلاح بن نور معناها يسمحوا لي لوخيان مش كان نسيت حد، لان هكا المناخ هو اللي عنده قيمه والنادي عنده قيمه، وهذا نحب ناكد عليه ونعرج هنا على نهيب باش يرجع هكا المناخ والفضاء البحري تاع صفاقس في الستينات والسبعينات والنوادي وليداتنا فهمتي يلقاو الفضاء، خاطر المسبح ما عادش يكفي ومدينه كبيره فهمتي ولا ومسبح ولا زوز مسابح، لكن البحر راهو ما يتعوضش، وماذا بينا وليداتنا يستنفعوا بصحه نتاع البحر اللي هي احسن دواء طبيعي. والمجهود ان شاء الله فهمتني اليوم قبل الغدوه باش ترجع البحر نتاعنا ويرجع زاد شط القراقنا. نتذكر انا صغير كنت هنا فهمتني نعمل كيف، يعني جيت اليوم كبرت عمري 61 سنه باش نمشي القطب الشمالي باش ناخذ تذكره نتالم كي شفت على شط القراقنا يعني ملوث. هذا الكل نهيب بالناس الكل راهو مش بالدوله برك، الكل اللي عندهم زاد امكانيات، المجتمع المدني، الناس الكل يد واحده باش نجموا ننقذوا بلادنا ننقذوا مدينتنا. ماهيش هي صناعه، لكن الصناعه لازم تكون صناعه وبيئه مع بعض باش الاستثمار يكون ناجح. وليداتنا زاد نستثمروا للجيل الصاعد، لازم يتربى في بيئه نظيفه، هذا هو الشيء. وانا راني بعد القطب الشبابي راني نعلم اللي انا حولت لصفاقس لا وباش نكرس حياتي باش نرجع العومه نتاع صفاقس القديمه وليداتنا الصغار، وان شاء الله ربي بالتوفيق. في الختام انت مع اذاعه تونس دارنا تحب تقول الجاليه التونسيه بالخارج تحب توعدهم ان شاء الله؟ والله الجاليه التونسيه اولا نقول لهم رمضانكم مبروك، توا احنا في موسم فهمتي ولا وصيام ونقول لهم زاد عيدكم على ابواب عيدكم مبروك، ونقول لهم ان شاء الله راهو القطب الشمالي ماشي له راهو تحدي يعني نتاع الكره الارضيه، ما هوش نتاع يعني كما نقولوا قاره ولا حاجه. اذا كان خلطت باذن الله يعني خذيت ترخيص من شعب الاسكيمو، مش سهل باش تمشي للغار ويعطيوك الاذنوات باش تعوم البحر هذاك اذا كان تعوم لازم عندك تاريخ نتاع بطولات عالميه، ولازم يكون زاد عندك طريقه نتاع اداء ونتاع يعني كما نقولوا ابلاغ نتاع صوت السلام. وانا الشعب الاسكيمو كي تحاورت معاه واعطاني الترخيص، والترخيص ما يتعطاش فهمت ولا حبيت نجمع ما بين الصحراء وبلادنا الدافئه والشمس فهمتني ولا القطب الشمالي. هذا يتسمى حوار الهويات بين الشعوب اللي هم في المناخ الدافئ والمناخ يعني البارد. والرساله هذه انا باش نمشي نقول لهم راني مانيش باش نعطي دروس في السلام كي نمشي اللي باش نمشي له غاد باش نحمل مشاعر كتونسي مفتخر، الرايه التونسيه مفتخر بهويته مفتخر بتقاليده فهمتي، ونرفع الرايه التونسيه ونحمل مشاعر وليدات المرازيق اللي قابلتهم، وعندي رساله سلام خذيتها من عندهم باش ننقلها لوليدات الاسكيمو، وهذا هو الاستثمار الاجيال. بارك الله فيك. لا قبل ما نكملوا ماذا بينا تقدم لنا بالخيال اللي يستقبلونا في هذا من عبد الله